بص بقى، ركز معايا ثواني. الكلمتين دول اللي هقولهم لك ممكن يفرقوا معاك كتير قوي، يوفروا لك فلوس كتيرة جدا. ممكن يخلوا مكانتك تعيش معاك سنين. التوك توك ده مش حديد وخلاص، ده لقمة عيشك ورزقك، والرزق ده عايز ايه؟ عايز اللي يحافظ عليه. اول ما تسمع صوت غريب ما تطنش وتقول خلاص عادي. ما تقولش ماشي وخلاص. انزل بص راجع، شوف البلي، شوف العجل، شوف جرت على العجل. ممكن موضوع بسيط يتحل معاك في ثواني. لا، هتكبر دماغك هتتكلف فلوس. خد بالك من البنزين. ما تسيبش التانك لحد ما يفضى وتقول مثلا هحط بنزين. الوساخة هتدخل على الكربيراتير، هتبدأ المشاكل. يعني واحدة واحدة تزيد معاك. والزيت ده خلي بالك، أهم حاجة الزيت. الزيت ده مش حاجة عادية، ده راح المكنة. لو نقص منك ولا اتحرق هتبوظ العمرة. بوظت العمرة بإيدك وانت مش واخد بالك. طب لو المكنة وقفت منك فجأة وانت ماشي، ما تتوترش. اهدى كده مع نفسك وابدأ بص في البنزين. يمكن مش هطوى بنزين، يمكن البوجيه عايز يتغير، يمكن قطع كهرباء. ممكن تحلها في دقيقة من غير ما تدفع فلوس على الفاضي. وبرضه بلاش حكاية قطع الغيار وخلاص تروح تشتري قطع غيار وخلاص. المكنة ما تقطع منك في ثواني تروح تجيب بوجيه، لا. بص، يمكن كربراتير، يمكن تكام محمل، يمكن لبرة سايبة، يمكن فيها سن التقسيمة. افهم الأول العيب قبل ما تروح تغير وتصرف فلوس. وخلي بالك في السواق ده سواقتك، بلاش تجري ولا تحمل زيادة. ولو لسه عامل عمرة ما تمشيش، يعني امشي على مهلك شوية، اهدى. يعني بالراحة. ولو غسلت التوك توك وما تطلعش على طول تمشي بالمكنة، لا نشفها شوية وسيبها شوية علشان المية ممكن يعني تعمل لك تقطيع في المكنة وانت مش فاهم ليه، وتروح للكهرباء وتصرف فلوس. وخد بالك، يعني ركز معايا. اللي ما يحافظ على مكانته ما تحافظ عليها. وخليك يعني راجل في أخلاقك وفي شغلك وفي سواقتك وفي كلامك مع الناس ما تحب المحترم. يعني والرزق بيحب الواحد يعني يصون ويحافظ عليها. ولو الكلام دوت يعني عجبك، يعني ما تستن يعني اعمل لنا لايك، اعمل لنا قول لنا في التعليقات اي حاجة منك حلوة كده، يعني ما تبخلش علينا يعني. والواحد يخلي باله، يعني هو ماشي على الطريق ما يجريش، ما يجرس في المكنة. كل الحاجات ديت كلها متأثر على العمرة. والصبح لازم تسخن المكنة حلو الصبح، وتبقى تمسك دبرياج كده عشان الدبرياج يعيش معاك. وطول ما الزيت نظيف في المكنة وحلو، المكنة هتعيش معاك مش هتبوظ جوام. والواحد يراعي ربنا في شغله وفي مكانته. لقمة عيشك هتحافظ عليها، هتحافظ عليها. انا لما اقول لكم الكلام دوت يعني من قلبي، مش يعني اما احبكم صراحة، واما احب اي حد ما ياكل بالحلال وعايز يحافظ على مكانته. فانتوا المكنة دياتي روحك وحياتك فيها ولقمة عيشك. فانت تحافظ عليها، تحافظ على نفسك، والمكنة هتحافظ عليك. والواحد يخلي باله برضه، يعني مع اصحابه برضه والسواقين وعلى الموقف. وكل سنة وانتوا طيبين.